واللي بتوي عمرك يصير. وما ننتظرهم يغزونا وحنا بديرتنا. يغزوا هبا هو وهم. البنادم ما ياخذ الا نصيبه ولا الله كاتبه. ونعم بالله. العيون كما وصف السجل، ناكسات بسقم نكس الهلال. ودي اشوف وجه المزيونه. انا اشتاق لك وانت قدام عيوني. كنت اتفائل فيه. انا ما بدي اقيمه من ناحيه فنيه، لانه انا وياه رزقنا رب العالمين، الناس بقيمونا. انا كشخص معجب بتمثيله، معجب بادائه، معجب باخلاقه. اللي اكثر من هيك، كنت اسمع دائما بموقع تصوير كل الناس العاملين، مرات يكون عندي 200 واحد بموقع التصوير، بسمع منهم بيقولوا يا اخي محترم، يا اخي جيد، فنان ملتزم. هلا قبل ما ابلش بالوسط الفني انا كنت من اشد معجبين الاستاذ ياسر المصري، فلما بلشت اتعامل معه لقيت انه انسان كثير متواضع، كثير انسان متعاون، كثير انسان خلوق، يعني حتى بالعمل متعاون معنا لدرجه انه اذا بنطلع حرف غلط بيجي بيعدل لنا اياه بطريقه حلوه، بصوره حلوه، عشان ما يحسسنا انه احنا جداد ولازم نتعلم وهيك، يعني بصدر رحب زي ما بنحكي. بدي احكي عن الاستاذ ياسر، بحكي عنه الانسان الرقي اللي ما عنده كبره، الانسان الملتزم والصادق مع صديقه. بس هو مع التعامل بحسسنا انه لا عادي، انه انا مثلي مثلكم واحنا كلنا لازم نكون نفس الاداء، يعني كنا لازم نكون ناجحين بهذا العمل، كنا لازم نطلع بصوره صحيحه، لانه العمل الناجح هو عمل متكامل. بتعرف تاريخ حياتي العمليه انا كثير واجهت ناس من النوع، يعني هو كمان صديقي كاظم الساهر عنده نفس الملامح، وكثير ناس بقول لي يا اخي صاحبك جامد. لا، هو انت يعني انت ما تحكم الناس من ملامحهم. لو قعدت معهم بتقول ما بدي اقوم. يعني الروح الحلوه، اللسان الحلو، النكته الذكيه. بالعكس بموقع التصوير وعد الغريب كان يضفي علينا أو علي، أنا كنت أستمد منه قوة، أستمد منه طاقة. في موقف مع الأستاذ ياسر كنا بنصور في منطقة وادي عربة، في منطقة اسمها الخنزيرة، مسلسل وعد الغريب إخراج الأستاذ حسين، وكان من أبطاله الأستاذ ياسر، وكان في عندي شوية تعب، مرض وإنفلونزا بعيد عنك، فاجى علي وقال لي مالك؟ قلت له تعبان أستاذ ياسر اليوم وكذا وهيك، قال لي ريح هناك وأنا بشتغل مكانه. قلت له كيف أستاذ ياسر ولو كيف تشتغل مكاني؟ أخذ السماعة وصار يحكي ستاند باي، ويعني ريحني يعني خلص فيش تشتغل، يعني خلص والله ما بتشتغل انا بدي اريحك. موقف ثاني هذاك ما بحسدهوش عليه، يعني صار حاله وفاه من اقرب الناس للاستاذ ياسر اللي هو بيشتغل معاه في اللوكيشنات، اللي هو ابو حرب الله يرحمه. يعني لما سمع خبره كثير تأثر، كثير بين الإنسان الطيب اللي يعني وقف عزاء، يعني إحنا صرنا نعزيه، نعزي الأستاذ ياسر صديقنا اللي هو أبو حرب ورحمة الله عليه. بصراحة في كثير مواقف حلوة صغيرة بس بتأثر فينا، هيك بنلاقي فجأة من أستاذ ياسر مقدم لكل واحد علبة عصير، مي باردة، بطيخ، يعني هيك اشياء صغيره كانت تاثر فينا لانه احنا تعبانين مشوبانين، هيك بيعمل لنا ريفريش بخفه دمه، بكلامه، باسلوبه معنا. انا اشتغلت مع استاذ ياسر المصري في عده اعمال بدويه، وهذا العمل التاريخي مالك بن الريب اللي جمعنا فيها المركز العربي، وبطمح انه دائما اشتغل معاه في الاعمال، يعني نقدم دراما اجتماعيه، دراما عربيه. يعني لو عندي عمل ثاني هسه بختاره، لو عندي عمل ثالث بختاره، واخترته انه يكون صديقي كمان، صديق العمر، لانه مثل هيك ناس تصادقهم وانت مرتاح.
قل يا شعر لشهلا ولميتة، قل لأم مالك للغضا أن قبري في هذه الفيافي، واروي لهم يا شعر حكايتي